لكن كل ساق سيسقى بما سقى. اللي عملناه بيترد لنا وبيتعمل فينا. هي كلها دلوقتي خلاص بقى جاي لها عقود، كلها دلوقتي الانديه بقت عايزه تشتريها. مفيش حد قادر يطلع يقول ان صفقه زيزو ام 100 مليون جنيه دمرت اوضه اللبس. مفيش حد قادر يطلع يقول كده. لا، بنطلع بس ايه، نقول لك عرض لامام عاشور من الاخدود السعودي، وبننزل على صفحه النادي بدل ما نبعت ميل للاخدود السعودي اللي هو بعت لنا ميل ان هو عايز يشتري امام عاشور. ده الطبيعي اللي احنا نعرفه. بدل ما نبعت لهم ميل هتدفعوا فيه كام، لا بننزل على صفحه الفيسبوك يا حلاوه. ويطلع لنا الكابتن شوبير بالليل يقول لك احمد عبد القادر رغبته الاولى والاخيره نادي الزمالك، ووسام ابو علي مصر على الرحيل. وسام ابو علي مصر على الرحيل. شوبير يقول لك وسام ابو علي مصر على الرحيل، وصفحه النادي الاهلي منزله ان اغلقنا كل العروض اللي جايه لوسام ابو علي واللاعب مكمل معانا الموسم. طب انا اصدق شوبير ولا اصدق صفحه النادي؟ هو كل اللي بيعملوه ده اصلا اقسم بالله اللي بيعملوه دوت تسليم اللعيبه للجمهور، بيسلموا اللعيبه لينا. بس هم ناسيين ان كل ساق سيسقى بما سقى. دلوقتي وسام ابو علي متمرد وبيتمارض، الاتنين تمرد وتمارض. عامل نفسه عيان ومش عايز يلعب ومش هيسافر مع النادي الاهلي معسكر تونس. ما هو ده اللي احنا عملناه. يعني دلوقتي بقى في نادي اسمه النادي الاهلي في امريكا بيخلي وسام ابو علي يتمرد علينا، زي ما احنا خلينا زيزو يتمرد على نادي الزمالك، وزي ما خلينا معتز اينو من فتره كبيره قوي وهو ماضي معانا سنه ونص انه يتمرد على نادي الزمالك. ولاعيبه كتيره قوي شرحك لا مؤاخذه يعني. خد بقى عندك لعيبه كتير قوي. لكن كل ساق سيسقى بما سقى. اللي عملناه بيترد لنا وبيتعمل فينا.